اعزائي ننتقل يمكن لزميلنا رياض المزهر. رياض المايك معك تفضل. لك عمار، نرحب بالشيخ الدكتور عادل القرني، نرحب فيك ابو عبد الله. سعيدين احنا بتواجدك معنا، دائما نتابعك كرياضيا من خلف الشاشات. اليوم نجدك معنا في ارضيه الميدان ودعم في خطوه مهمه واستغلال سمعه الكره وتاثيرها على الرياضيين وعلى الشباب السعوديين بشكل عام. شو اللي يشجع الشيخ عايض انه يتواجد في مثل هذا المحفل؟ أنا شجعني أنني وجدت الرياضة داخله بيوتنا، شئنا ما بينه. أبناء إخواني، زملائي، أصدقائي أصبحوا مع الرياضة. الرياضة هي أصلا حملة عالمية لا يستطيع الإنسان يتخلى عنها، هي أصبحت عشق للملايين. فأنا قلت رسولنا صلى الله عليه وسلم دخل سوق عكاظ ودخل سوق المجنة وزار اليهود وزار النصارى. أنا آتي لأبنائي لأنهم مسلمون أصلا، أعلمهم، أقترب منهم، أحدثهم، أسمع منهم. إسلامنا ليس في المسجد فقط، إسلامنا في الملعب، في الثكنة، في المكتب، في الطائرة، في السيارة. نحن نحمل رسالة عالمية وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. نحن نمتلك الحل الإسلام، حل الرحمة، التآخي، التآلف. حتى الكلمة التي نطلقها للعالم ويطلقها الرياضيون فيما بينهم: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن دين الإسلام والسلام. أنا سعيد هذه الليلة لأني أول مرة وأول تفاعل فيها وتظاهرة إيمانية أحضرها مع أبنائي، والحقيقة أنني مسرور جدا لأني رأيت الروح الرياضية التي أسمع عنها، وجدتها في الدفء الذي استقبلت به من الرياضيين، وأنا أنشدهم الروح الرياضية دائما وأبدا. بما أنك تكلمت في الروح الرياضية، بستغل هذه النقطة أبو عبد الله وأتكلم معك عن الرياضة. ميولك الرياضية، الخانة اللي كنت تلعب فيها زمان، الكورة مع ربعك وأصحابك، مميزاتك كلاعب كرة قدم. أنا رديء في كرة القدم وقوي قليلا نسبيا في كرة الطائرة. أما في القدم يفتح الله ويسهل. وقالوا اليوم يمكن تشارك، قلت يمكن أشارك حارس مرمى بالبشت علشان أصد الكرة بالبشت. مالك ميول لأحد الأندية الرياضية؟ ميولي لا إله إلا الله وكل معهم لا إله إلا الله، لأننا لابد الداعي كل الجميع لا يتحيز إلى فئة. وأنا أطالب بالروح الرياضية. التعصب الرياضي مذموم، المقتل والسب الرياضي مذموم، التحارش والتهارش مذموم. نحن أمة رحمة، نلعب بروح رياضية. فاز من فاز، غلب من غلب، فنحن إخوة في الأخير. إنما المؤمنون إخوة، ميثاق رباني. أبو عبد الله، أخيرا راح تعدنا أنك راح تستمر معنا في الأجواء الرياضية. أنا الليلة يعني أنا منشرح الصدر ومرتاح البال، وشعرت بدفء أبنائي الرياضيين وحفوتهم، فأنا مستمر إن شاء الله. وبإذن الله تنطلق دعوتنا نخبر العالم أنه لا فرق بين الرياضي وطالب العلم والشيخ والسياسي والعسكري والإعلامي، كلنا ترى في مشروع لا إله إلا الله محمد رسول الله. السؤال الأخير يا دكتور اسمح لي فيه: لماذا لا تنطلق مثل هذه المبادرات من أرض الحرمين؟ ليش احنا دائما تكون مشاركاتنا لإخواننا الخليجيين أو العربيين اللي بادروا في مثل هذا؟ الحمد لله حتى نحن سباقون، لكن هي مجالات تخصصات، وإلا الحمد لله عندنا بشر في جمعيات وعندنا مؤسسات، ولكن أيضا نساعد الآخرين. نحن أيضا من يأتي نرحب به ونساعده، وإلا فالحمد لله. أنا دخلت ورأيت الجهود، حتى زرت ما يقارب يعني أكثر من 40 دولة ورأيت الجهود. إخواننا في قطر، إخواننا في الإمارات، في البحرين، في الكويت، في أي دولة إسلامية، مرحبا بهم. نحن وإياهم، أنت أنا فمن أنا. كل من يخدم الإسلام نرحب به ونعاونه ونساعده، واعتصموا بحبل الله جميعا. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ينبغي لا يكون عندنا حساسية. من يعمل الخير نشاركه. أنت رياضي ناجح أنا معك، رسام ناجح أنا معك، شاعر ناجح معك، من أي بلد من أي وطن، لأننا نحن نحمل مشروع عالمي للعالمين أجمعين. منات لك بالتوفيق، سعيدين بتواجدك شيخ، ونسأل الله لك التوفيق بإذن الله، ونسعد فيك في دورينا المحلي، وإن شاء الله نشاهدك في فعاليات دينية في بطولاتنا المحلية. شكرا، السلام عليكم ورحمة الله. شكرا لك. شكرا للشيخ الدكتور عايض القرني اللي تواجد اليوم، وسعدنا بالفعل بتواجده، وكان له الأثر الكبير بصراحة على مستوى الجماهير وعلى مستوى اللاعبين اللي سعدوا بالتواصل معه. ما شاء الله الشيخ عايض غني عن التعريف. منية إن شاء الله بالتوفيق الدائم.